ده يكون عن روتين يوم مثالي في الاجازه. بس قبل ما نبدا الفيديو متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت، شير، اشعارات، ويلا نبدا. يا جماعه يعني ايه اصلا من الاول روتين مثالي؟ يعني احنا مش هنبقى مثاليين ولا يومنا هيبقى مثالي ولا هنعمل 6000 حاجه ولا حاجات غاليه ولا الكلام ده كله، لا احنا هنحاول نخلي اليوم مليان انشطه في الاجازه عشان نستفاد من اليوم، وكمان نساعد في البيت، نستفاد احنا نخلي اليوم فايده، يعني نطلع من اليوم بفايده كبيره، فده يبقى اسمه روتين يوم مثالي. تمام؟ مفيش مثال اللي هو من الدقيقه كذا دقيقه كذا كذا، لا مفيش حاجه اسمها كده، ولا في الدراسه ولا في الاجازه. فاول حاجه محتاجين نعملها علشان العقل السليم في الجسم السليم هو الفطار. انا في الطبيعي مش بفطر، انا بعمل الحاجات اللي ورايا بعدين اقعد بقى اكل بمزاج، مش عارفه الاكل ده بيقلب على العشاء تقريبا، مش بيبقى فطار. انا بصراحه مش بعرف اعمل الفطار، فانجي هي اللي هتعمل الفطار وهتعمل لنا بيض اومليت بنحبه جدا عامه. فدلوقتي هنروح نعمل فطار. فاول حاجه حطيت 3 بيضات. حطوا طبعا البيض اللي انتوا عايزينه على حسب برضو الاشخاص، يعني انا ومرينا اكلنا مع بعض فحطيت 3. وبعد كده بتحطوا كمون وملح وكمان فلفل اسود، بس انا مش بحبه فما حطيتوش. بعد كده بنخلط جامد، بنضرب جامد قوي. بعد كده بنجيب الطاسه نحط فيها سمنه او زبده، ما بنحطش زيت. بعد كده بنسيبها على النار، بنحطها في الطاسه ونسيبها على النار ونسيبها تقريبا في حدود 3 دقايق. بعد كده بنقلبها. انا قلبتي فاشله بس مع ان شكلها حلو يا يعني. جماعه انا لميت الهدوم وحطيت غسيل، حطيت غسيل يعني في المفهوم، وهلبس دلوقتي عشان راح انزل اجيب اكل. هتقولي طب ما تنزل مارينا، اقول لكم لا، ما احنا مقسمين، واحده تنزل تجيب اكل، واحده تعمل اكل، واحده تعمل اكل، واحده تنزل تجيب اكل. فاهمين انتوا؟ شايفين يا جماعه مارينا بتسمعين. بعد ما غسلت المواعين بدأت أعمل غدا، والغدا ده كنت هعمل مكرونة بشاميل. فأول حاجة بحب أعملها إني أقطع الخضار على رواق كده وبعدين أعمل أكل. فقطعت فلفل وقطعت طماطم، بس الطماطم مش بقطع كتير، 3 طماطمات تقريبا، علشان ببقى أحط صلصة كمان في المكرونة البشاميل، فما بحبش أحط صلصة وطماطم كتير، بحط حاجة واحدة كتير. وبعدين عملت بصل، وهقولكوا تريك على البصل، حطوها في التلاجة يا جماعة قبل ما تعملوها، مش هتعيطوا خالص خالص. ودي كل الحاجات اللي انا قطعتها، طبعا الفراخ والبصل والطماطم والفلفل. بعدين جبت طاسه وحطيت فيها زبده او سمنه يعني، وحطيت سمنه وخليتها تسخن جدا، وبعد ما سخنت جدا حطيت عليها الفراخ عشان لما احط الفراخ تاخد وش وما تنزلش الميه بتاعتها، لما تاخد الصدمه كده مش هتنزل ميه. وبعدين بدات اقلب في الفراخ كده لحد لما اخدت الصدمه وما نزلتش ميه، وكانت اول مره ما تنزلش ميه بسبب التريك اللي قلتها لكم دي. وبعدين حطيت البهارات اللي هي توم باودر، بصل باودر، بابريكا، وكمان كاري، كركم مش كاري. وبعدين حطيت طبعا ملح وفلفل، وحطيت معلقه صلصه، وبعدين كملت باقي يعني حطيت تقريبا معلقتين. وحطيت البصل على جنب وقعدت اقلب فيه، وبعد ما قلبت فيه حطيت الفلفل وحطيت الطماطم. وبعدين حطيت كوبايتين ميه علشان خلاص هسيبهم يتسبكوا سوا، كوبايتين ميه، وغطيت الاكل. وده كان شكلها. ملكوش دعوه طبعا بالبوتاجاز عشان خلاص اتبهدل واضطريت ان انا امسحه بعدها، بس شكلها كان حلو قوي وكان هنا طعمها حلو. بعدين جبت حله كانت الميه بتغلي فيها، وحطيت الملح، وحطيت المكرونه تتسلق، وحطيتها وهي بتغلي علشان ما تاخدش وقت. وبعدين صفيتها، وده كان شكلها ما كانتش طابت قوي، كانت محتاجه سنه عشان تطيب في المكرونه البشاميل. وبعدين عملت البشاميل نفسه، حطيت تقريبا 9 معالق سمنه، لو عندكم زبده وسمنه حطوا عادي، لو عندكم زبده وسمنه وزيت اخلطوا بينهم. بعدين حطيت 9 معالق دقيق، مستوى الدقيق قد السمنه. وبعدين قعدت اقلب فيهم لحد ما غير لون، وحطيت عليه لبن، وانا بحط لبن بقلب. وبعدين حطيت وانا بقلب كده بصله، البصله دي بتدي طعم حلو جدا، حته بصله كده. وبعدين ده كان شكلها وكان قوامها، كانت مش معجنه خالص، وكانت حلوه جدا وكريمي جدا. بصوا يا جماعه شكلها بعد ما طابت خطيره، تحفه حرفيا. وبالنسبه انا عامله صينيتين تمام، فالصينيه التانية المكرونه ما كفتش، فلسه مستنيني حد يجيب لي مكرونه اسلقها وبعدين احطها في البشاميل اللي برد، بعدين احطها هنا. بس عموما يعني عملت واحده، هم مش كبار فهم شالوا يعني الحاجات، عشان انا عامله يعتبر مش كميه كبيره ولا صغيره، بس شالوا علشان هم صغيرين. بس شوفوا شكلها تحفه 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 تحفه، اعتقد مفيش احلى من كده. يا رب بس طعمها يبقى حلو كده زي شكلها. يا جماعه دلوقتي الاوضه نطفت خالص تماما، ما عدا طبعا الكورنر ده مش بينضف، ماما نضفناه مش بينضف عامه. ودي انا، وده السرير وده الدولاب
المروحه وكل حاجه حرفيا. وتعالوا نشوف مارينا عملت ايه في المكرونه. مكرونه مارينا هنا واحده مش طيبه وواحده طيبه. ليه؟ شايفين انتوا؟ ده شغل شيفات مش شغل بني ادمين. ده شغل ناس بتفهم مش ناس بقر. سوري يعني في الكلمه. يا حلم بتضحك المواعين اللي بوظتها عادي. وفضل دي تطيب دي طابت. جبنا ذره جبنا 2 ذره هناكلهم دلوقتي ولسه ما اتغديناش. ادي بصوا الواحد سخن. هناكله دلوقتي. الواحد كبير. ممكن اديكي اللي مش راضيه تاخدي شاور. هو ده بنطلون مين؟ بنطلون. الله عجبك؟ لا ما صورتوش. فيا جماعه دي حاجه الشاور بتاعتنا. البيجامتين دول جداد هنلبسهم عشان نحس نفسنا ان احنا في الاجازه بقى. وهناخد شاور دلوقتي ونرجع نتغدى ونشوفكم هنعمل ايه. روحي هتعملي ايه دلوقتي بعد ما اتغدينا واخدنا شاور وباين اصلا على البيجامات اللي احنا لابسينها؟ بيجامه جديد. قولي بقى هتعملي ايه؟ انا في شنطه جديده عجباني موت. جديده خالص انا اول مره اعملها في الحياه فقررت اعملها بدول. اشرحي يا حبيبتي ايه انت اللي ماسكاه ده اكريليك للشنط. تمام هيبقوا كده او بيتشال وبيبقى ده شفاف. ستيكر اهو. استنى متدربه انا على الحركه اهو. بصوا بيبقى شفاف خالص جدا. هو كده باين. هو كده شفاف خالص حرفيا بس ده ستيكر عشان يحمي. وده فرس كريستال واضح وخيط ومقص والاداء دي ده اتذكر اسمها جابت الحاجات اللي بتعمل الشنطه. وسلسله وحلقات انا بقى مش عارفه بقطع عليه ومغناطيس. فانتظروا مني الجديد. هي اصلا يا جماعه بتشتغل في الخرز. هي عايزه تعمل براند كل سنه حرفيا بتعمل براند وبعدين تنزل عليه شويه وتفصل. بقى كل سنه تعمل براند جديد بحساب جديد بناس جديده. لا بصوا لما بعمل تمام لما مثلا بختار اسم بلاقي فيه ناس كتير قوي. فلما مثلا باجي ابحث على اسم من عند تليفون اي حد من صحابي مش بلاقي حسابي. فانا بقى بفقد الامل لو حسابي مش موجود اصلا. طب انا بعمل ليه؟ يعني هتعملي براند وتشتغلي؟ هعمل براند خلاص. هنتظم عليه لحد ما اتخرج ان شاء الله. اختاروا لي اسم يعني بيرفكت مختلف جديد ويبقى بيعبر عني. انتوا الادرى بقى. شوفي عارفه الاسماء اللي انت طلبتيها من شات جي بي تي وجابها لك فراعنه دي تحفه. مريد. انا اكتر اسم عجبني مريد. حسيت اسم كده مختلف جديد. طب ماشي ما انت لقيتي الاسم اهو. لا بس مش حاساه ده اسم بنت. قرروا لي اسم. دلوقتي هتقعد تشتغل وانا بقى هعمل حاجه تانية خالص. امبارح كنت سهرانه وبعدين قعدت ادور على الحاجات اللي ممكن احسن بيها الانجليش بتاعي وطلعت لي بطريقتين. انا جمعت الكتب اللي انا عايزه اقراها بالانجليش. دي المفروض A1 و A2 يعني مستوى على قد حاله بس انا مش مستواي كده. المفروض مستواي B1 او B2 المفروض يعني لاني كنت في كورس السنه اللي فاتت كنت باخد كورس في اولى ثانوي وكنت B1 فالمفروض دلوقتي مستوى المفروض يبقى B2 يعني داخله على C1 و C2. فاللي هو انا حتى الكتب دي ما فهمتها. فتقريبا هنقعد دلوقتي ندرس كتب سوا وشفت طرق انجليش فهشوف معاكم دلوقتي طريقه ونجربها لو نفعت معايا هقولها لكم. وشفت كمان الكتب العربي اللي عايزه اقراها والكتب الانجليش والكلام ده كله. فدلوقتي هحط ساعه للانجليش ساعه واحده وبعدين هقعد اعمل خطه للصيف لان يعتبر لسه بادئين الاجازه يعني وكده. فهحط الخطه بتاعه الصيف واوريها لكم بس يا رب الفيديو ما يطولش. على فكره معاكي في خطه الصيف بس انا عايزه اعمل خرز اول. شغفي يتجدد في اليوم بدل ما ضاع. فتعالوا اقول لكم هتعلم انجليش ازاي والخطه اللي همشي عليها. انا مش عارفه هل هكمل عليها او هغيرها. ان انا هسمع فيديو من دول هسمعه وانا بسمعه هركز على الكلام اللي بيطلع وكمان كل جمله تتقال هقول وراها بنفس النطق بتاعها. فانا كده حسنت النطق وانا بسمع فكده حسنت الاستماع وهطلع كلمات اللي انا مش عارفاها وبعدين هقول لكم انا هعمل ايه. الكلمات اللي انا ما كنتش عارفاها يعني 5 دقايق طلعت منها دي كلها كلمات هترجمها دلوقتي
والمشكله مش هنا، المشكله كنت عامله اخلص ال17 دقيقه وانا قاعده اصلا من بدري في ال5 دقايق دول. ليه يا ترى ليه؟ علشان انا بحاول انطق كل جمله وراهم والجمل بتطلع غلط، لان احنا عندنا النطق بتاعنا مقرف، حرفيا النطق بتاعنا بالنسبه لاي حد انجليش مقرف. علشان احسن النطق بس هو اللي واخد مني الوقت. اترجم الكلمات دي وبعدين هدخل على شات جي بي تي واختار منهم شويه كلمات واقول له كون لي قصه بالثلاث كلمات دول. تعالوا نشوف. فدلوقتي قلت لشات جي بي تي وعمل لي اهو القصه اللي انا عايزاها، قريتها بصوت عالي وبس. مش عارفه هنعمل ايه تاني، بس انا دلوقتي مش قادره عشان انا نايمه 3 ساعات بس الصبح، فانا شايفه قدامي العافيه حرفيا. فانا هقف باللي انا عملته النهارده كده قليل، بس ان شاء الله بكره هزود وبس بقى. طيب دلوقتي الساعة 12 بالليل وانا كنت بصراحة هنام، بس انا مش عايزة انام دلوقتي، انا اهلي هيناموا متأخر شوية، فانا قلت انام مع اهلي واصحى مع اهلي. فما طالما هم قاعدين فانا هقعد معاهم، مع اني نايمة 3 ساعات بس، فانا مش قادرة اعمل اي حاجة. فقلت ان انا اقعد اقرا خلاص كتب كنت نزلتها امبارح، فمش عارفة اقرا ايه. يعني انا عايزة اقرا كتب مش روايات، انا بحب الروايات جدا، بقرا روايات كتير، قريت حوالي 5 6 من اول السنة، فانا مش عايزة اضيع وقت اكتر في الروايات، فعايزة اقرا كتب بقى. مش عارفة اقرا المخ القابلة، في حد قال كويس، يعني انا منزلة الحاجات دي على اساس في ناس قالت كويسة، انا معرفش المخ القابلة ولا كتاب 40 ده تنمية ذاتية، وده المخ القابلة. وانا كنت بقرا اصلا في العدد السبع المراهقين، اديلي سنة مخلصتوش عشان حاسه ممل. وبس كده، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت وشير وشعارات، وباي.